مبدئيا كده اسم الفيلم وحش جدا. يعني ايه الوان زاهيه؟ يا نجمة ألوان زاهية يعني ألوان مضيئة، يعني ألوان حضرتك انا متعلمه وفاهمه معنى الجمله كويس. جدالة ثانية واحدة، جايز عشان شخصيتي اسمها زاهية ده اللي مضايقك؟ انا محدش يقدر يضايقني، بس اقدر اقول لا. الفكرة كلها إن اسم الشخصية من شخصيتين الأبطال في عنوان الفيلم، فده ممكن يميز حد عن حد، وإحنا متفقين إن ده ما يبقاش حصر. هو مش المفروض مؤلف الفيلم والمخرج ده يبقوا موجودين؟ المؤلف هو نفسه المخرج، هو في أمريكا، بكرة جاي إن شاء الله، مفيش مشاكل. أستاذ وجيه، أعتقد إن أنا اتكلمت معاك في الموضوع ده وقلت لك مش هيكون مناسب. أنا شايف إن الموضوع بسيط ومش ده اللي هيكون العائق يعني يا هبة. أنا مع الرأي ده جدا، في أسامي أحلى كتير وهتحافظ على التوازن. أنا آسفة بس هو الاسم محقق فكرة التوازن. يعني زاهية اسم شخصية الأستاذة نهلة، بس الألوان مين اللي بيرسمها؟ اللي بيرسم الألوان شخصية سارة الرسامة، شخصية حضرتك. انتي بقى اعملي لهم فيديو للجمهور واشرحي لهم الفزوره دي. اسم الفيلم لو ما اتغيرش انا مش هشتغل. وانا لو اسم الفيلم اتغير انا مش هشتغل. طب إيه رأيكم لما نعمل تعديل بسيط ونغير اسم الشخصية اللي بتعملها الأستاذة جليلة من سارة إلى حياة؟ يبقى الفيلم اسمه حياة زاهية. طب ليه ما يبقاش اسمه زاهية الحياة؟ يا جماعة معقولة الكلام اللي بيحصل ده؟ الفيلم ده له مؤلف وهو اللي يقرر الكلام ده، وبعدين احنا مش هنختلف في التفاصيل دي. النهارده عاملين الميتنج ده just to break the ice، مش أكتر مش أكتر. نكسر الجليد. جليد ايه؟ نفك الدنيا يعني. ايه رأيكم ناخد صورة؟ مش هننزل حاجة دلوقتي إلا ما نتفق على كل حاجة، نبتدي صفحة جديدة كلنا يا جماعة. ايه رأيكم؟ صفحة جديدة يا جليل؟ اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل شيخ. نهلة بصي لي. أيوه أيوه. ابتسامة يا نجمة، يا نجمة بصي لي وأنا بصور. بصي لي. أيوه ابتسامة. تمام.